موهبة جديدة تفضل تمثيل المغرب على هولندا. من هو الشاب شاهين فان بوهومين؟ تمتلك المغرب عدد من المواهب التي تلعب لمختلف الأندية الأوروبية، وبعد الإنجاز التاريخي الذي حققه أسود الأطلس في مونديال قطر 2022 بالوصول إلى المربع الذهبي، باتت العديد من المواهب الشابة ذات الأصول المغربية تطمح للارتداء قميص المغرب والدفاع عنه وتفضيله على المنتخبات الأوروبية، تماما كما فعل أشرف حكيمي وحكيم زياش وسفيان مرابط ونصير المزراوي وآخر الأسماء الحديثة المنضمة لهذه القائمة. أذكر لاعب أياكس أمستردام الشاب شاهين فان بوهومين الذي اختار الانضمام للمنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 عاما، بعد أن سبق له حمل ألوان منتخب هولندا تحت 17 عاما، ما يؤكد على سياسة مميزة تنتهجها المغرب فيما يتعلق باللاعبين المزدوج الجنسية. ينحدر شاهين من أم مغربية وأب هولندي، ولد عام 2004 في هولندا، ما يعني أنه يملك خيار تمثيل منتخب هولندا أو المغرب. يشغل اللاعب الشاب مركز الظهير الأيسر مع نادي أياكس، ولفت إليه الأنظار بسبب موهبته الكبيرة، أسلوب لعبه مع الكرة، سرعته وقوته البدنية. بدأ بوهومين مسيرته الكروية مع أندية الهواة قبل أن ينضم لأكاديمية فيتيس الهولندية عام 2014، لينتقل بعدها ب5 أعوام لأكاديمية شبان أياكس أمستردام. شهد هذا الموسم تألقا كبيرا لشاهين فان بوهومين مع فريق أياكس تحت 18 عاما، حيث ساهم في 10 أهداف ما بين صناعة وتسجيل من أصل 19 مباراة شارك فيها. المستويات القوية التي قدمها اللاعب في دوري أبطال أوروبا للشباب جلبت إليه أنظار عدة فرق إيطالية تخطط للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية. وبعد سنوات